طيب هنتكلم على ان هو حاجة في الاعصاب وان مفيش حاجة اسمها ارادة حرة، لكن خلينا نوضح حاجة. ان العلماء نفسهم اللي اكدوا في ابحاثهم وتجاربهم وكل حاجة، هم نفسهم في اخر اي مقال، في اخر اي استنتاج، بيقولوا ان مفيش حاجة اسمها اعصاب هي اللي بتتحكم في ميول، غير ان النسب بتبقى ضئيلة ونسب تانية بتبقى غير معروفة، غير ان التجارب نفسها ما بتبقاش على بشر بشكل اللي هو طبعا مراقبين حد مثلا من هو جنين لحد ما كبر، لان مفيش حاجة اسمها كده. فالنتائج بتبقى توقعات ان ممكن حاجة تبقى حاجة، تمام. غير ان التجارب اللي هي بتبقى على الحيوانات، هم نفسهم برضو اللي بيقولوا ان اي سلوك ميول مختلفة عند الحيوانات هو مجرد سلوك مش انجذاب، لان الحيوانات غيرنا في النقطة دي وليها تفسيراتها وحاجاتها زي ما اتكلمت في الفيديو اللي فات. ومفيش حاجة اسمها طالما الشخص متوتر لما شاف شخص مثلا ان هو كده معجب بيه او منجذب ليه، ودي حاجة بتتفهم غلط كتير. لكن خلينا متفتحين شوية ونتكلم عليها من شكل علميا ازاي الاعصاب ممكن تأثر، وخلينا ندور ونسأل بعقل. اول حاجة، الاستثارة الجنسية نفسها قابلة للتعلم بالربط بالكلاسيكال كونديشنينج للسيكشوال اراوزل، ودي تجارب واضحة جدا لما بيربطوا بين منبهات محايدة بمثير جنسي. وده برضو بيشرح لنا ليه في ناس بيبقى عندهم فتش لحاجات غريبة زي مثلا الرجلين وهكذا، او حتى objects. دراسات كتيرة بقى انت ممكن تدور عليها، 1966، 2012، 2009. و2009 دي كانت كمان معمول لها fMRI، يعني رنين مغناطيسي بيحدد المناطق المعينة اللي في الدماغ اللي بتنور، لان طبعا احنا هنا بنتكلم على الاعصاب. تاني حاجة عندنا السيكشوال امبرينتنج، دي بتبقى العملية البيولوجية النفسية في المراحل بتاعة المبكرة للطفل، بتبقى صفات هو بيربطها بالجاذبية، كأن بالنسبة له ده شكل أول نموذج. عندنا أشكال كتيرة منها وبتتاخد بأشكال كتيرة مختلفة على حسب الشخص ده بياخد الحاجة ازاي، وهتكلم على نقطة النواة علشان نفهم منها الحتة دي أكتر. فعندنا مثلا فكرة المامي ايشيو والدادي ايشيو، بسبب ايه؟ بسبب الفكرة أو القالب الأول اللي اتكون عند الطفل. عندنا في مجلة نيتشر 1998 جابوا أنغام وماعز وبدلوا أطفالهم مع بعض. الذكور اللي اتربوا مع معيز كانوا بيتزوجوا من المعيز رغم ان هما من النوع التاني، وهكذا النوع العكس. طبعا احنا يعني اكيد سمعنا عنها، موضوع الطيور، ان اول ما بتفقس اول حد بتشوفه ده اللي بتبقى متعلقة بيه وفاكراه مامتها. بس خلينا نطلع من الحيوانات ونتكلم على البشر. في اي تجربة او اي حاجة؟ عندنا البارنتال ريزامبلانس في 2002. عملوا حاجتين كده مختلفين. في فئة كانوا بيوروا لهم صورة كذا حد وبيشوفوا ايه بالنسبة لهم اللي فيه جاذبية اكتر او مشدودين ليه اكتر يعني، وكانوا بيختاروا اللي فيهم من ملامح او صفات اهلهم. شكل تاني اللاب اكسبيرمنت، بيسموها التشاكل الاجتماعي، اللي هو فئة كبيرة من البارتنرز كانوا مختارين بعض على حسب ان فيهم صفات او شكل يعني. وعشان كده كتير بيبقى فيه اللي هي اللقطات الطريفة او كده، بيجيبوا حد وبيقولوا دي مراتي ولا اختي، على اساس ان هما بيكونوا شبه بعض قوي. نظرية بقى العكسها ويسترن مارك افكت، اللي هو بيبقى فيه نفور من اللي فيه صفات او شكل من شكل الاهل من خلال حاجتين، ان مثلا شافوا صفة وحشة او حاجة وحشة في الاهل فبقى ينفروا من الحاجة دي على اساس ان هو الكاتيجوري ده كله كده هو في دماغكم بقى قالب. ونوع تاني اللي هو مثلا زي دراسات بتاع كيبوتشي، عملوا fMRI ولقوا ان اللي بيتربوا مع بعض كاخوات بيبقى عندهم تنافر من بعض ان هما يبقوا اكتر، لان في دماغهم هي في كاتيجوري معينة ان دول اخوات. برضو مع زيجات التبني، السيمبوا ماريجينج في تايوان. حاجة تانية بقى اللي هي عكس دي، التبني caregiver adoption studies، بتبقى ان ازاي المتبنى بيحب اللي تبنوه اكتر من اهله اللي بجد. من حيث ايه؟ الشخص ده اللي اعتنى بيك، او الشخص ده اللي هو اداك الاحساس من الشخص اللي المفروض يكون في المركز ده. ثالث حاجة ان المجتمع بيغير الهوية وكمان التعبير. طبعا بمرور الوقت والليبريزم والتفتح ده كله، حصل ان في الولايات المتحدة
من 2024 ل 2025 حصل زيادة بنسبة 9% في الميول المختلفة والكويرنس والسيكشوال فلويديتي. رابع حاجة عندنا السيكشوال فلويديتي، وهي اللي بتثبت لنا مرونة الأعصاب. يعني ايه؟ اللي شاف الفيديو الأول أنا بتكلم على واحدة كانت بتعمل تجارب وعلى البنات بالخصوص، وأثبتت إن في مرونة في الأعصاب. يعني مش اللي هو شخص بيبقى مولود بحاجة وبعد كده دي الحاجة اللي هو زي ما قلنا مثلا الفري ويل، وانها يعني هي ما شافتهمش على ميولهم ان هم مماثل وبعد كده بقى كله مغير. لا، هي كانت بتشوف ان في اختلاف، في مغير بقى مماثل، في مماثل بقى مغير، في ده او ده بقى عنده مرونة ان هو يبقى كده او كده وهكذا. فالفكرة هنا ان في مرونة في الاعصاب. الاعصاب مش حاجة احنا اكن ما نقدرش نسيطر عليها، او هي حاجة احنا موجودين بيها. حتى لو هنرجع تاني لنقطة البذرة بس مش هتكلم عليها دلوقتي، حتى لو هي حاجة بذرة مش معناها ان انا مش في ايدي، ان انا ما عنديش ارادة، انا كده. ودي اللي التجارب بتثبته مش كلامي. ايه البذرة بقى؟ خلينا نقول ان الميول ده حاجة كروموزومات، هرمونات، جزء بيولوجي، اعصاب، ايا كان هو ايه، تجمع حاجات مع بعض. تمام. لكن خلينا نأكد هنا ان هنقول جزء، والجزء الاقل ممكن نسميه الاساس بس الاقل. وده رأي العلماء اللي هم بيأكدوا على النظريات دي من فكرة التنبؤات من تجارب مشابهة اللي ايه ممكن يحصل. تمام. لان تاني مفيش اي حاجة واحدة تؤكد. خلينا احنا كمان محايدين، ولا نأكد ولا ننفي، لان في الاول والاخر اللي خلقنا هو اللي اعلم بينا. فاللي هنسميها البذرة دي، اي طفل عموما بيكون عنده مشاعر تعلق، وكمان فضول ان هو يعرف عن جسمه، وبعدين بالوقت بيبقى عنده فضول ان هو يعرف هويته، يعرف دوره، الكلام ده كله. وحتى ان بيكون عنده استثارة منبهات مختلفة حتى لو هي مش بشكل ميول، قبل اساسا ما يبقى عنده هوية جنسية محددة. واساسا في دراسات كتيرة بتقول ان الانجذاب في حد ذاته مش محدد بهوية جنسية، لكن بيعتمد على التوجيه والفلترة. يعني الكل عنده انجذاب لكل حاجة حرفيا. يعني لو هنتكلم البذرة دي مش محددة. لو هنتكلم انها اكتر من بذرة يبقى هي كذا بذرة لحرفيا كل حاجة ممكن تكون. عندنا الانجذاب للاهل، وده برضو انا اتكلمت عليها بس خلينا ايه ندخل فيها اكتر شوية. ودي اللي بيسموها عقدة أوديب او الكترا، وهو فكرة ان النظام العصبي لسه بيتعلم يفرق بين انواع واشكال الحب، وكمان فكرة الانجذاب. حد هيقول تمام، وانا جهازي العصبي خلاص اتعود وعرف وفهم وجرب ده وجرب ده وعرف هو بينجذب لايه كويس، فانا كده ماشي صح. بالراحة كده وبتكلم لكل. ليه في كتير في علاقات سامة او هم نفسهم هم اللي بيبقى فيهم مشاكل، وعلشان كده بيحصل لهم اللي هو التريجرنج لما يبقوا في علاقة عاطفية. مش هو خلاص جهازك العصبي اتعلم وانت شخص بالغ وتمام وجربت وعرفت وعارف بتنجذب لايه؟ الفكرة مش بتبقى كده. تمام. في اللي بيبقى عندهم ميول للحيوانات وكمان الاشياء، بيسموها البارافيليا، وبنشرحها هنا في التكيف الشرطي. ترجعنا ليه المستثارات المحايدة اللي احنا اتكلمنا عليها، اللي بعد كده بتبقى مثير حسي. يعني بيربطوا الاتنين ببعض، فبالنسبة لك في عقلك بشكل عصبي انت بتفهمها ان هو انجذاب بالشكل ده، او هي خلاص بتبقى هي دي الحاجة بالنسبة لك اللي انت بتنجذب ليها. عندنا ميول للأطفال، البيدوفيليا، ودي برضو ممكن نرجعها تاني للإمبرنتنج. في كمان ميول للذات وانجذاب شديد ان كمان ناس بيتجوزوا نفسهم. طيب في حاجة بالنسبة لي اول حاجة اتكلمنا عليها بتاعت الاهل. طيب ده مختلف ازاي من حد لحد؟ ليه في ناس بيبقى عندهم الحاجة اللي احنا اتكلمنا عليها فوق parental resemblance اللي هم بيختاروا على حسب صفات اهلهم، وفي اللي بيبقوا بينفروا من صفات اهلهم اللي هي الويست مارك افكت. الفكرة هنا بيرجع بقى لايه؟ كل واحد بقى هنا بيرجع على حسبه، اللي هيتقبله، اللي مش هيتقبله، اللي اثر معاه بشكل معين سبب له PTSD، اللي اثر معاه بشكل معين خلاه يبقى عنده تعلق فهو بيبقى عايز يبقى مع شخص بالشكل ده.
وهكذا مليون حاجة. ده بقى بترجع لايه؟ شكل البذرة دي ايه؟ البذرة دي اللي هي هنسميها الاساس، اللي هو حتى لما احنا بنتكلم على التوحد وعلى الاعصاب، اللي هو حاجة ممكن نقول طب ما هو التوحد حاجة كلنا معترفين بيها، او يعني كتير معترفين بيها ان هي حاجة عصبية، رغم ان مفيش حاجات مؤكدة مليون في المية انها حاجة عصبية. هو في حاجات مؤكدة كويس قوي انها موجودة في الاعصاب، بس احنا مش فاهمين الدنيا ماشية ازاي. انما بالنسبة لهنا احنا بنتكهن انها ممكن تكون مرتبطة بالشكل ده. وعشان كده في ناس كتيرة هتقول طب ما هو الشخص المتوحد، دي برضه حاجة متكلمة عليها فمش هتكلم عليها كتير قوي عشان بنتكلم عليها في الاول. الشخص المتوحد، كتير من المتوحدين او اللي هم متشعبين عصبيا، يعني عندهم حاجة في الاعصاب مختلفة، بيبقى عندهم ميول مختلف، او عندهم فلويديتي في السيكشواليتي بتاعتهم. اشمعنى؟ ما هو اكيد دي حاجة بقى مرتبطة بالاعصاب، بس الفكرة هنا ان احنا بنقول انها بتكون المشكلة اللي بتخلينا نتأثر بشكل مختلف، مش حاجة بتجذب او حاجة بنتعلق بيها، لا. فهنرجع مثلا ان احنا نخليها شبه ايه؟ زي ما كلنا مثلا جوانا فطرة، كلنا جوانا خير وكلنا جوانا شر. هاتلي حد مثلا من غير دين، من غير عقائد، من غير كلتشر، من غير بيئة معينة، من غير اي حاجة، هتلاقيه عنده حتة كده خيرة وعايز يعمل حاجات كويسة. طب ازاي؟ محدش قال له اعمل كده، او مفيش حاجة بتأمره بكده، او ازاي؟ علشان دي فطرة جوانا، مش حاجة محددة من حاجة معينة. ممكن حاجات بتوجهنا ان ده الشكل الاصح، ده الشكل مش عارفة ايه، ده كذا ده كذا، فبنفهم منها، سواء بقى اهل معتقد، دين، ثقافة، ايا كان. لكن هو هيكون جواه الحاجة الأساسية، هيكون جواه البذرة. تمام؟ زي برضو الحاجة اللي دايما بنقولها والحاجة اللي كلنا عارفينها، ان جوانا خير وجوانا شر، جوانا حلو وجوانا وحش، جوانا الينج يانج. الفكرة مش في الزرعة، الفكرة مش في البذرة، الفكرة في المية اللي هسقيها بيها، والفكرة ازاي هراعيها، والفكرة انه بذرة هسقيها، وهكذا. باختلافنا بالاعصاب والهرمونات والكروموزومات والبيئة والدين والشكل كل حاجة ممكن تحطها كاختلاف في اي حاجة عموما. انا مش بتكلم على نقطة معينة، ده كله مع التجربة المختلفة، مع الحاجة اللي بتأثر فينا، طبعا البذرة دي هتتشاف انها مختلفة. وهنا بقى طبيعي 100% البذرة دي هتطلع لنا شجرة او نبتة مختلفة. معنى كده انها علشان خلاص طلعت ما فيهاش يعني تغيير او اي حاجة، او خلاص هو ده كده والكلام ده، في ايا كان ايه، في ايا كان الميول مماثل ولا مغير. انا مش بتكلم على حاجة معينة، احنا بنتكلم على الفكرة الاكبر. اكيد لا. ليه؟ احنا لسه كنا بنتكلم على sexual fluidity، احنا لسه كنا بنتكلم على النيوروبلاستيسيتي، احنا بنتكلم على مرونة الاعصاب نفسها. وفي اي سن وفي اي شكل وفي اي شخص في مرونة اعصاب. اساسا جسم الانسان لو هنتكلم بشكل عام، كل سنة تقريبا كل خلايا الجسم بتتغير. وعلشان كده بيقولوا خلي بالك من الحاجات اللي انت بتعملها، لان هي بتأثر على اعصابك وتفكيرك وعلى طريقتك وعلى حياتك وعلى كل حاجة. لان الحاجة اللي انت ممكن تعملها دلوقتي وتبدأها دلوقتي او حتى تمشي فيها كمجرد هواية، هي بعد كده هتأثر على حياتك، هتتغير بشكل ايه، لان حرفيا حاجات كتيرة هتتغير. حتى مثلا انت لما تمشي على دايت معين او حاجة، بعد كده كل حاجة في جسمك هتتغير. البكتيريا بتاع جسمك هتتغير، طريقة تفكيرك هتتغير، اعصابك هتتغير، حاجات كتيرة هتتغير فيك. وعشان كده مثلا برضو فكرة الميول، ان لما بيجوا يشوفوا السكشوال فلويديتي اللي هي فكرة المرونة، ان لما بيحطوهم في بيئة مختلفة او بيشوفوا نقطة معينة هي اللي كانت بتخليهم نافرين او وهكذا، يعني ايا كان الحاجة اللي بيعملوها، ان الناس بتغير فكرها عن شكل الانجذاب بده وده 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 ايا كان، بس بيبقى فيه تغيير. طب ندخل على النقطة التانية، وهي الحرية، ان مفيش ارادة حرة هنا. فخلينا نقسمها على 2. اول حاجة، انت زي ما عارفين ما اخترتش اهلك، ما اخترتش دينك، ما اخترتش لونك، ما اخترتش شكلك، ما اخترتش الكروموسومات بتاعتك، ما اخترتش هرموناتك، ما اخترتش جنسك، ما اخترتش البيئة اللي هتتولد فيها، ونكمل كل ده من اول جوه الرحم لحد ما هتكبر. ما اخترتش الامراض اللي هتجيلك، ما اخترتش اعصابك. تمام كده. الجزء التاني بتاعنا بقى في حاجة ليها اكتر من مسمى، وكل مسمى جواه يعني شرح لوحده. حاجة بيسموها الفيش بول، وبرضه انا اتكلمت عليها، اللي هو حوض السمك.
تاني من فكرة ان كلنا جوه احواض سمك وفاكرين ان ده النطاق بتاعنا بتاع الحرية، انا حر هنا، لحد ما بنكتشف ان احنا في حوض وبنبدأ ان احنا واحدة بواحدة نحاول نطلع. وهبقى اتكلم عن الموضوع ده بشكل اكبر شوية في موضوع تاني لوحده، لحد ما نلاقينا في حوض اكبر، وهكذا وهكذا وهكذا، علشان نحاول نهرب من الحاجة اللي احنا ترابت فيها. عقلنا فاكر ان دي الحرية بس احنا هنا. حاجة تانية اللي هي false consciousness، اللي هو الوعي الكاذب. انا عندي وعي، انا عندي اختيار، ولكن في الاخر هي دي حاجة كاذبة، لان انا افتكرت ان ده وعي انا، ان ده تفكيري انا، ان ده اختياري انا. واللي برضو شبهها ال internalized oppression، اللي هي فكرة ازاي بيبقى فيه قمع، ازاي دي مش افكارك، ازاي الافكار دي هي اللي اتحطت في دماغك. وده شكله من ايه بقى؟ من حالتك، البيئة اللي انت وجدت فيها، الافكار اللي حواليك، افكار اهلك، طريقة تربيتك، اصحابك اللي حواليك، اللي بتسمعه في الميديا، واللي بيتحكم فيك غصب عنك. كلنا حتى لو عندنا فكرة واحدة بس مزروعة في دماغنا، وهي اساسا جاية من فكرة الانترلايز اوبريشن. الفكرة هنا بقى لما الواحد بيبدأ يقاوم ده وبيبدأ يشوف ايه ده، بس في حاجة تانية، ايه ده، هو ممكن، هو اللي هو بنبدأ الحاجة دي هنا بنسميها بقى ان انت بتبدأ نوعا ما في مقاومة طفيفة. حتى لو انت بتقول لا لا اكيد مش كذا، بس في حاجة في دماغك بتقولك هو ممكن يكون كذا، ايه ده، ايه ده، هو بيقول ايه ده، ازاي يواجهني بالشكل ده. ده هنا بتبدأ حتة بقى ايه، الكوجنيتيف ديسونانس، اللي هو التنافر المعرفي. في حاجة انت متربي عليها ومؤمن بيها وخلاص مزروعة، خلاص الزرعة كبرت، وحاجة تانية فجأة ظهرت لك وايه ده، فيها بصيص كده ان ممكن تكون دي الحقيقة، بس هي حرفيا معارضة للحاجة دي اللي انا بعملها او مؤمن بيها. فبيحصل بقى اللي هي الصراع ده اللي جواك. ودي بتكون نقطة حلوة جدا ان انت ما تحاولش تتجاهلها وتعيش الصراع ده، علشان تخرج منه هتعرف فين الحقيقة. لان الفكرة اصلا ان احنا هنا مش مجرد اللي هو خلاص انا موجود في البيئة دي، خلاص انا موجود كده، خلاص انا اتولدت بالشكل ده، اصل هي اعصابي، اصل هي افكاري، اصل انا كده. تمام، في حاجات بتكون كده بس برضو بشكل طفيف. يعني انت ممكن تقولي ان علشان يا عيني انت اهلك كانوا دين معين وانت بقالك 17 سنة على نفس الديانة دي، يعني انت مش ممكن تغير دينك او تؤمن بحاجة تانية حتى ان شاء الله ما تقولش لحد. ان حد مثلا شعره اسود ان هو مش ممكن يغيره، وهكذا. هتقولي بس دي حاجات مختلفة عن دي. خلينا نمشي واحدة واحدة علشان نفهم بشكل اعمق اكتر المقصود من ده. لان الفكرة هنا ان احنا بنتحرر من القيود علشان نوصل للاصل، واي حد بيحاول ان هو فعلا يوصل للاصل هيوصل للاصل. لكن الفكرة اللي هو اصل على حاجة اهوائي، اصل حاجة هي شكلها كده صح، اصل حاجة انا سمعتها كده وهما بيقولوا كده وانا متأكد كده، وتاني انا بتكلم عن كل حاجة مش بحدد حاجة معينة. فبترجع، لان انا هتكلم اساسا عليها بشكل تاني مختلف كاملة مع بعضها بشكل حاجة تانية بعيدة عن الميول اصلا. فبتبقى الحياة دي اللي هو اصلا انا خلاص بقى افتكرت ان دي الحقيقة علشان ماشية مع اهوائي غصب عني، هي دي الحقيقة، رغم ان انا شايف بصيص في ده بس تجاهلته. فالانسب ليا ان انا بحس الكومفورت زون ان انا هكون سجين. هتقولي الكومفورت زون ازاي مثلا وانا اتنقلت من حاجة هي العادة لحاجة هي المختلفة؟ ما هي دي الكومفورت زون علشان هي كومفورت هنا مش كومفورت هنا. حاجة مثلا زي الانشنت فيمينيزم ديسكورس من خلال السوشيولوجي. السكولرز لما بيشوفوا الاندر ويف فيمينيزم من الثيرد ويف كانوا بيسموها فيمينيست وور. هنلاقي في واحدة اسمها اندريا ووكينج اتكلمت على الومن هيتنج، بتتكلم فيه على ازاي كان او يعني على مدار التاريخ الست بتتشاف as a sexual being. وكانت بتتكلم على فكرة البي دي اس ام ان هو حاجة لازم تنتهي يعني، او ان هو شر لازم يموت، اللي هو فكرة التعنيف السيكشوال. الفكرة من شكل ميكرو مش ميكرون، ان فكرة القرارات اللي بناخدها بشكل خاص كل ما بتبعد الصورة بتبدأ تشوف انها ما كانتش حاجة خاصة، هي حاجة مجتمعية. يعني انت بتبدأ تشوف النمط في الحاجة فبتلاقيها في الاخر انها مش حاجة خاصة بيك انت. كلير ساندر هول في موضوع the defense of choice، فكرة ان ايه، الناس بتدافع بشكل عنيف قوي عن حاجة
انها فكرة ايه، دي بتاعتي، دي فكرتي، دي حاجة خاصة بيا، ومن غير ما يعرفوا او يفهموا ان اللي بيعملوه ده اصلا بيسبب مشاكل، او ان اصلا في الصورة الكبيرة هو مش بتاعه. عشان كده هتلاقي ناس كتيرة متعصبة لحاجات معينة، بيمثلوها اكتر حاجة اللي مفروض اكتر حاجة فيها تعصب في اليو اس، موضوع الوزن. وبيقولوا ان من اول اسئلة اللي هو بشكل السوشيولوجيست بيسألوهم انت ليه عايز الحاجة دي، او انت ليه شايف ان انت مثلا يعني انت عايزة تكوني ارفع بنت موجودة على الارض، او ان انت اجمل بنت موجودة على الارض، او ايا كان بقى بنقيسها على المقاييس دي كلها. فطبعا اول حاجة بيتقال بعصبية برضو، لان ده اختياري. وبعد كده بيبدأ لما تتعمق اكتر بتلاقي في الاخر ان الفكرة منها علشان المجتمع قال ان البنت الجميلة هي اللي مش عارفة شفايفها كام ملي، او ان اللي شعرها لونه كذا، او اللي وزنها كذا. طيب نرجع تاني هنا بقى، انت ليه رأي المجتمع اتحط في دماغك انت كان هو الرأي ده؟ وهنا هناخدها معانا في كل فئات اي حاجة ممكن تتاخد، ومنها هترجع للشكل الاصلي بتاعها من فكرة التحرر، الليبريزم، التشويس، الايكواليتي في التشويس، اللي هو الكلام ده كله. فهترجع هنا لايه، انت حر تختار انت عايز ايه، بس الترند عندنا النهارده كذا. انت حر، بس احنا بنحب اكتر البنات اللي وسطها رفيعه. انت حر، بس على فكره يعني انت لو متضايق من شكل كذا انت ممكن تختار كذا. انت حر، بس انت لو مش حاسس بكذا يبقى تمام. نبدا بقى ايه معانا كده. الفكره هنا البيئه والثقافه وصلت لك ده بشكل ايه؟ حريه بشكل اختيارك. انت اختيارك ايه؟ اختار ده، اختار ده. انت اختيارك ايه؟ اختار ده. هترجع تاني زي ما قلنا الناس تقول ايه، ده اختياري انا. اختيارك انت. فالفكرة هنا لما بنيجي ندمج المعتقدات دي بشكل جماعي بنبدأ نشوف الأنماط اللي فيها، ودي أصلا شكل الدراسة هنا، وهنلاقيها هنا برضو في فكرة الكويرنس دي ضمن الدراسات، واللي أصلا من أكبر الحاجات، بس دي هتكلم عليها حاجة لوحدها فمش عايزة أتكلم عليها هنا جامد لأن أصلا مش موضوعنا هنا. إن فكرة إيه، أنت إيه الأيدنتيتي بتاعتك. طيب طالما أنا بحترمك وأنت بتحترمني، أنا هممني أنت تناديني ولد بنت أيا كان، لأ انا مش هممني، ناديني اللي تناديني. ليه انا اتجرح او ازعل او اتاذي لو انت مثلا قلت لي انا هو بنت ومعرفه نفسي بنت، تمام، لو انت قلت لي كلمتني ان انا ولد. وعندنا مثلا هنلاقي كتير في مصر اساسا اللهجه بتاعتنا لما ولاد كتيره بيكونوا مثلا متحفظين او كده بيكلموا البنات على اساس ان هما ولد، او ان اساسا فكره العربي بتاعنا اللي احنا بنتكلم بيه حتى وهو محرف كده ان المجهول بنشير له بشكل ولد، اللي هو مثلا لو حد بيخبط على الباب هنقول انت مين، مش هنقول انت مين او انتم مين زي الانجليزي them. فالفكرة هنا ان انا هنجرح قوي وهشوفك عملت جريمة اخلاقية وانسانية وثقافية عشان ما سألتنيش الاول انا احب تناديني بشكل ايه، علشان ايه، معلش ايه. فدي الفكرة، انا مقدسة قوي رأيك ومقدسة قوي الدقيقة اللي انت بتكلمني فيها ككاشير او ايا كان، علشان ما قلتليش حضرتك بدل حضرتك وانا معرفة نفسي كرجل والمفروض كنت تسألني الاول انا. بالراحة كده ايه. فطالما بيقولوا لك ان البي اس ام دي حاجة ممتعة وجميلة، زي مثلا برضو ما اتكلمت عليها في الجزء الاول انها حاجة زي ما بيلي ايليش وصل لها فكرة ان دي الحاجة الممتعة او دي الحاجة الصح او ان ده كان فكرها لوقت كبير لحد ما اكتشفت لا ده مش فكري انا، دي كانت حاجة مؤثرة عليا ودي بالنسبة لي مش الحاجة الصح. او فكرة love is love. طيب هو love is love ده ايه؟ دي دعوة للتحرر. اذا love is love. عندنا نيتشه كان بيشوف ان المعظم مش بيهتموا بجد بالحقيقة او بالحقائق، بس بيسعوا وراء الراحة والامان.
وكمان المكانة او السلطة او السيطرة حسب كل واحد ايه. فيلسوف جوزيف شايبر سمى الموضوع ده أطروحة نيتشه. فكرتها ان الهدف من معظم المحادثات مش ان انت تبحث عن الحقيقة، لكن ان انت تحمي ذاتك. يعني الناس بيقبلوا او بيرفضوا الحقائق على حسب اللي بيخدم مصلحتهم وفكرة بقائهم. تاني مش من فكرة اللي هو انت بتبقى تفكر ده في مصلحتي او لا الشخص ده مش لا 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 لا، هي بتبقى حاجة جاية بسهولة، مش حاجة جاية ان فيها صراع. لان دي الفكرة، ممكن بتجيت تريجرد لكن مش بتبقى بشكل صراع، بتبقى اكتر صراع على البقاء مش صراع على بين حاجة وحاجة. فاهمين؟ فالفكرة هنا مش فكرة انها صح، لكن الفكرة ان هما بيبحثوا عن الحقيقة لو ليها عواقب مفيدة ليهم او مريحة. نرجع تاني لنفس النقطة، لكن لما الحقيقة هتكون مؤذية بنقاومها. زي هنلاقي فكرة الأوبينيون بابل والمؤامرات والحاجات. فكرة الخطاب ده جذاب، الخطاب ده موافق مع معتقداتي، الخطاب ده بيخليني أنا شكلي أحسن، الخطاب ده بيعزز حاجة أساسا عندي وممكن أنا أثبت بيها حاجة تانية، بدل ما الفكرة الأصلية منها هو دي الحقيقة ولا ده الشكل بتاعها. فهيبقى معظم الحاجات دي من الأماكن دي هتبقى بشكل هي دي الحاجة اللي بنسمعها أو الحاجة اللي احنا بنشوفها، مش لازم انها تكون الحقيقة. في علم النفس في حاجة مهمة اسمها النبوءة والتأثير، self-fulfilling prophecy labeling effect. زي الفكرة اللي أكيد ممكن نكون سمعناها قبل كده، إن لما حد يفضل يقولك يا فاشل يا فاشل يا فاشل، حتى لو انت عارف انك مش فاشل أو السن ما كانت في وقتها الصح أو هتفضل الحاجة دي بذرة، وممكن يحصل حاجة ايه ده فاشل، ايه ده سمعتها تاني، ايه ده، هتبدأ هي تأثر عليك ودي الحاجة اللي هتتحكم فيك. ففكرة هتتحول لحقيقة. في تجربة مشهورة لروبنثال وجيكوبسون 1968 اسمها البيجماليون افكت. جمعوا طلاب عشوائيين وقالوا للمدرسين ان الطلاب دول اكتر طلاب متفوقين عندنا وبنتوقع ان هم يجيبوا درجات عالية جدا. المدرسين صدقوا فاقتنعوا بيهم بشكل اكبر، شجعوهم احسن، ادوهم فرص احسن. حتى لما كانوا بيغلطوا كانوا بيحاولوا ان هم يقولوا اكيد هو كان بيفكر فيها بشكل تاني من ناحية تانية فعلشان كده جاب التفكير ده لا الولد بيفكر حتى لما بيغلط يعني. والفكرة هنا ان النتيجة فعلا ان ادائهم تحسن بشكل كبير جدا، وكان ملحوظ مقارنة بزملائهم. فقد ايه ان فكرة ان سواء فشل او نجاح، يعني سواء حاجة بتحبطك قوي او حاجة بتفكرك ان انت ممكن توصل لحاجة، الاتنين ازاي بيأثروا فيك. فهي الفكرة هنا مش فكرة كلام اللي انا هقولك انت كويس او انت وحش، الفكرة هنا ان القوة النفسية انا بحطك في تفكير نفسي معين اللي هو انا متفوق، انا بيتسقف لي، انا باخد فرص، انا بهيئ لك الحاجة النفسية دي، وفي نفس الوقت المجتمع حواليك بيشجعك على الحاجة دي. وده اللي هيرجعنا ان انتشار فكرة معينة حواليك كفيل ان هو بالتكرار والتأثير حتى لو انت مش مؤمن بيه ان هو يأثر عليك، وفي يوم من الايام هتقول مش يمكن. في عندنا الillusory truth effect، تأثير التكرار والانتشار. ان اي فكرة لو اتقالت او انتشرت كتير او اتكررت بقى في اعلان في مجتمع، في حاجة انت بتدور فيها، في حاجة دماغك اتسحلت فيها، فكرة معينة قعدت تبني وراها نمط معين ايا كان، العقل خلاص بيعتمدها وبيتعامل معاها على ان دي الصح لمجرد ان انت اتعودت عليها، مش شرط انها فعلا تكون منطقية اصلا. زي اللي هنلاقي مثلا جزء كبير من الغرب شايفين شكل الاسلام عامل ازاي، او شايفين مثلا اللي بيحصل في فلسطين ده ايه، ده بيقولوا هم اساسا حيوانات وما يستحقوش، وايوه نعمل فيهم ونعمل فيهم اللي هو الافكار دي كلها. طب ما هي جايه من ايه؟ هو انت مش شايف بعينيك مثلا ان حتى لو ده ألد اعدائي بس بيحصل فيه حاجه كده ان ده ما ينفعش يحصل؟ لا خلاص انا اتبرمجت على حاجه معينه. عندنا الباند واجن افكت، تأثير القطيع. لما انت بتشوف مجموعة من الناس مؤمنين بحاجة او مقتنعين بيها، او حتى فكرة ان هم متحمسين لفكرة معينة، ومش مهم عدد الناس دي لعدد فئة معينة، لا الفكرة منها ان في سيركل حوالين حاجة معينة، فالسيركل دي بالنسبة لك ده عدد الناس، بيبقى عندك ميل نفسي ان انت تاخد نفس الحاجة دي.
لمجرد فكرة انتشاره. فده طبعا بيخلينا نصدق ان دي الحقيقة او ده الصدق. وهنلاقي ده مثلا حاجات كتيرة زي مثلا فكرة الدعاية، ان انت لما تلاقي حاجة معينة ايه ده بتستهلك بشكل كبير، معنى كده انها اكيد حلوة. مثلا هدوم ستايل جديد طلع في مكان معين، وانت عارف المكان ده كول قوي، وابتدى ناس كتيرة تبقى كده، خلاص انت هتلاقي منطقة معينة كاملة بقت خلاص بتلبس الستايل ده، غيرته 360 درجة لفكرة ايه ده الجديد. حتى لو انت في عقلك كنت في يوم من الايام بتقول مستحيل الحاجة دي، بس خلاص انا ضمن الحاجة دي دلوقتي. ليه؟ علشان الحاجة دي منتشرة، فعقلك بيقولك ده الطبيعي، ده الصح، ده تمام، امشي مع الفلو كده. يعني ليه مثلا عندنا في مصر كان في فترة زمنية معينة الكل كان بيلبس بنطلونات ضيقة، بنات ولاد ناس كبيرة ناس صغيرة، كله بنطلونات ضيقة بشكل مش طبيعي، لدرجة ان كانوا بيعملوا الميمز والحاجات المضحكة وكده. ودلوقتي حرفيا بيلبسوا بنطلونات واسعة اللي هو ممكن 3 يدخلوا جواها. ايه التحول الفظيع ده؟ وليه سبب التحول ده؟ علشان كان طالع شكل ترند معين من شكل الستايل ده اللي انا جايبه مش عارفة فين، وهتلاقي جزء فئة كبيرة من العالم كان هما بيلبسوا كده. فانت لما هتلاقي الدولة المتقدمة الفظيعة هي اللي ابتدت الحاجة دي، هنبدأ واحدة بواحدة بناخد منها، وتبقى ده الستايل، ده الجميل، ده الطبيعي. رغم ان انا في يوم من الايام كنت ممكن اقول مستحيل البس البنطلون الواسع ده، بلبس زيهم، مستحيل البس انا الضيق ده، خلاص هو كل كده. بنبدأ نمشي اللي هو ده الطبيعي، ده العادي، ايوه ده ستايلي، ستايلك انت، متأكد ان ده ستايلك انت؟ فحتى لو هي مش اصلية ولا جواك اصلا ولا جاية منك، بس بعد كده هتقولي ده ستايلي. النوفلي والكومفورت بيس، فكرة تأثير الحداثة والجاذبية. اي حاجة جديدة وبتقدم لنا راحة او فكرة حل سريع، العقل بيشوفها ان هي الاقرب ليه او ان هي الاحسن. هنا بقى بيحصل لنا الخلط، ان احنا بنفتكر ان الفكرة دي طالعة مننا، لكن في الحقيقة هي محذوفة عليك من بره. وندخل هنا في السوشيال كونديشنينج، فكرة غرس قيم وافكار. المجتمع والثقافة يقدروا ان هم يزرعوا فيك حاجات معينة ونحس انها جزء من هويتنا. خلينا هنا نرجع لنقطة معينة. ليه احنا قلنا قبل كده ان في مجموعة من الناس بيبقوا عايزين نفس الحاجة اللي عند اهلهم، وناس تانية بينفروا منها؟ الناس بيشوفوها ان دي الحاجة الامثل، وكمان بيبقوا متعلقين بيها حتى لو هي حاجة مؤذية. وناس تانية بيشوفوها ان مستحيل اخد الشكل ده حتى لو الشكل ده كويس، بس تاني من فكرة احنا مجرد اخوات، مستحيل انا احب حد بنفس المواصفات دي، عشان ده بيرجع لنا احنا. فحتى هنا السوشيال كونديشنينج من نفس النقطة دي هترجع القيم والافكار اللي اتزرعت فيك، سواء انت هتقدسها بشكل غبي او هتنفر منها بشكل غبي، على حسب المعلومات اللي هتحدف عليك من بره. هتقول المعلومة دي مستحيل لان انا مش متعود على كده، او هتقول جديد حلو. ففكرتها هنا ان دي مش قناعة شخصية، بالعكس ممكن تكون حاجة بتحاربها، او تاني حاجة هي اللي بتحاربك. عندنا كارل يونغ كان بيتكلم على الشفاء عبر الاجداد، collective unconsciousness، اللي هو اللا شعور الجماعي، من فكرة ان الانسان ما بيعيش منعزل عن ماضيه، وسماها الاركيتايبس، ان الانسان بيحمل جواه خبرات وحاجات موروثة من الاجداد، unresolved ancestral influence، من اسئلة تركها الاباء والاجداد من غير حلول. وسماها الكارما اللا شخصية، لان هي جايلك، وان عشان تشفي نفسك لازم تواجه الحاجات دي وتفهمها. من حكاية مثلا السايكيك انهيرتنس، وراثات نفسية شبهها بيه الوراثات جينية، زي ما كنا بنتكلم على موضوع الفئران اللي هم شافوا جيلهم التاسع تقريبا، وشافوا ان هم تأثروا بنفس الحاجة النفسية PTSD اللي تأثر بيه الجد التاسع. زي ما في وحدات وراثية اللي هي الجينز بيحتوي على مندليان يونتس اللي هي فكرة الوحدات النفسية، دي بتفضل جوانا، بتأثر على المشاعر، بتأثر على التفكير، بتأثر على السيكولوجية بتاعتنا، وحتى عن سلوكنا. يعني لو هنرجع نتكلم لما قلنا البذرة اللي موجودة، ايه الحاجات اللي بتأثر فيها؟ هنلاقي ان الفكرة الكبيرة بقى بتاعتها هنا
لما قلنا مثلا الاعصاب الكذا 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 اللي هي بتخلينا بذرتنا يبقى شكلها مختلف رغم انها مجرد بذرة عادية وموجودة في الكل، فهنا هترجع النقطة بتاعتها ان دي واحدة منها. حاجة تانية الماتيريال لاين، ان هو ركز بشكل خاص على الخط بتاع الام، تأثيرها والسلسلة. وده تاني اللي ممكن نرجعها لحاجة تانية، ان هم بيقولوا الهرمونات وقت الرحم وهرمونات الام والحاجات اللي انا اتكلمت عليها، واتكلمت على الكورتيزول وكده، وهتكلم اكتر على الحتة دي بشكل خاص علشان افرق بين شكل الهرمونات، وبيقولوا شكلها انها ازاي بتتغير وقت الولادة وبعد كده ترجع تاني، او انها بتتغير وبتفضل مع الولادة وكذا حاجة كده. فانا هفكها وهنفكها بشكل علمي يعني. وفكرة اصلا تاني ان طبعا زي ما احنا معرفنا بالعلم الحديث ان اساسا زي ما كنا بنتكلم على الكالميرا، ان اجزاء من الام بتبقى في البنت واجزاء من البنت بتبقى في الام بالشكل ده. واساسا ان فكرة المبايض انها بتبقى موجودة اساسا متكونة جايلنا من الاجداد وهكذا، اللي هو الحاجات دي كلها. وعشان كده هو كان من تفكيره ان دي من اكتر الحاجات المهمة اللي هو الجذور من ناحية الام. كان بيتكلم على الانديفيدويشن والهيلينج، من هي رحلة التفرد تتصالح مع ده وفي نفس الوقت انت تفكه بدل ما تبقى بتكرر انماط من غير وعي. ده برضو احنا لسه بنتكلم على كل ده جزء من فكرة الفري ويل، الارادة الحرة، وفكرة انها ما فيهاش ارادة حرة لان في حاجات خدناها من غير ارادتنا، بس في نفس الوقت في حاجات اللي احنا واخدينها من غير ارادتنا نقدر ان احنا نغيرها بشكل ما، او ان هي مش مجرد لو لا لينا ايد في الموضوع. وانا بتكلم هنا على كل حاجة لان تاني اساسا الموضوع ده انا هتكلم عليه بشكل اكبر في حاجة تانية. عشان كده عندنا اللي هو بنقول اللهم ارنا الحق حقا واجعلنا نتبعه، وارنا الباطل باطل ويعني نبعد عنه او نعرف نتجنبه. فكرة هنا ان الكل في رحلة كاملة ومفيش حد كامل، ومفيش حد هيكون اللي هو تمام 100%. ويا لهوي على الروحانيات والاختيارات احنا بشر. الفكرة هنا واللي يمكن وقعها مش هيعجب ناس كثيرة، بس هي مش ان انت تتحرم من الحب، الفكرة ان انت تتعلم شكل الحب النقي، مش من فكرة التجارب اللي مريت بيها او الحاجات اللي هو سمعتها او الشكل اللي ممكن ينفع او البديل او برضه اتكلمت عن كذا حاجة من الحاجات دي. ومش من فكرة اللي هو ده لازم يحصل، فلو ما جاش بالشكل ده او انا ما حسيتش بالشكل ده يبقى هو اكيد الشكل التاني، لان دي لازم حاجة تكون موجودة. وهتكلم عنها اكتر في فيديو تاني عن المثليات بشكل اكبر، يعني هتكلم عنها. ان اساسا بالنسبة لنا كل حاجة في الدنيا من مال، من حب، من مشاعر، من جمال، من خسارة، الحاجات دي كلها ممكن نسميها اختبارات من التعلق والتحرر. فكرة ازاي ان احنا نتجاوز الماديات دي اصلا، ومش فكرة اللي هو الحرمان على اساس ان هي المفروض دي حاجة غلط من الشكل ده فما ينفعش لان الحب هو الحب. لان اساسا اللي اهم من الحوار ده كله فكرة ازاي ان احنا نطلع كلنا نطلع من كل الفيش بولز دي كلها ونطلع منها بجد، وكل واحد يفهم اسبابه، مش مجرد اللي هو اصلا انا حسيت الانجذاب ده وما حسيتش ده هو اكيد هو ده خلاص. وفي ناس بتأيد ده، وفي ناس قالت ان ده كويس علميا، وفي ناس قالت ان ده بيدعم، وفي ناس بتسقف هنا، وفي ناس بتسقف لي هناك، وفي 3 اخرين مؤيدين للكلام اللي انا بقوله انا تمام كده صح. مش الفكرة منها كده، فكرة اعمق شوية بكتير قوي من كده. وتاني مش بتكلم على الفكرة بشكل محدود، انا بتكلم عليها بشكل كبير جدا بتاعها، بالشكل اللي هو كل اختياراتنا في الحياة، كل افكارنا عن ممكن نسميها الحاجات الاساسية اللي برضو يعني هتكلم عن كل حاجة بشكل منفرد، من فكرة ميول زي اللي احنا بنتكلم عليه، من فكرة identity هويتك ايه، من فكرة حتى ابسط حاجة ناس بتبقى بتقول انا مش عارف مشاعري ايه، انا ضايع، اللي هو انت كإنسان مش عارف نفسك حاسس بايه. ومن فكرة اكبر حاجة لما لقيت ان انا في حاجات معينة برضو هبقى شاركها فيها جزء للنية، من اصعب الحاجات اللي الواحد يعرفها نيته ايه.
انا ما تخيلتش كده. المهم، من فكرة حتى مثلا دايت او ستايل او الحاجات دي كلها، انت حرفيا مش بتبقى عارف عن نفسك الحاجات دي، وتبقى ماشي ورا كلام حد بيقول ان ده كويس، او هو جرب ده وده نفع، او كذا ينفع، او عشان لما تحس بكذا يبقى هو كذا كده. والغريب، طب لما انت لو دورت في الحاجة اللي انت حلوة معاك يعني، ولا في الحاجة اللي هي عموما، ولما دورت ولقيت الحاجة كاملة دي، وقعها كان ايه عليك؟ مش تبع اهوائك ولا ايه يعني؟ مش منطقية بالنسبة لك، صح؟ في حاجة اسمها الاتاتشمنت ثيوري، واللي برضو ذكرتها كذا مرة كده بس ايه طفيف، ان احنا بطبعنا بنحتاج حب. ودي برضو تاني حاجة هذكرها لوحدها في مكان تاني. بس ساعات بيحصل لنا تعلق مفرط بحاجة معينة، بمكان، بأشخاص، بأسلوب، بطريقة، أيا كان. والحاجات دي كلها ممكن نسميها ماديات، حتى لو حاجة مشاعر، فانت مشاعرك تجاه حاجة مادية، ودي حاجة دايما بتخليك قلقان. طب لو معرفتش اخد الحاجة دي، طب لو الحاجة دي ضاعت مني، طب لو ملقيتهاش، كذا كذا كذا. فاصلا تحول التعلق بالشيء الخارجي بحاجة اعمق، بتلاقي ان نفسيتك بتتحسن. زي مثلا عندنا في السي بي تي، او اللي هو العلاج السلوكي المعرفي، واللي هو في كذا حاجة بيسألوا، واللي هي برضو حاجة بشكل تاني، اللي هو you got triggered، او انت حسيت بخسارة، حسيت بخوف، حسيت بحزن. ده بالنسبة لك بيبقى الاختبار، ان انت تسأل نفسك انا متعلق بالحاجة دي؟ طب ليه الحاجة دي اثرت فيا بالشكل ده؟ طيب افضل متمسك بالحاجة دي، ولا المفروض ان انا اتجاوزها؟ في النيورو ساينس حاجات مثلا زي تأمل، زي صلاة، ايا كان النوع الحاجة اللي انت بتمارسها، او يعني النوع الحاجة اللي ممكن انت تشوفها اوكي كويسة، بتثبت انها بتقلل من نشاط مراكز التوتر في الدماغ، في الاميجدالا، وبتزود من مناطق الوعي او الرحمة، خصوصا مثلا لو هي فيها ان انت تساعد حد او تتبرع او الكلام ده كله في البري فرونتال كورتكس. فده بيخلينا ننفصل عن الرغبات بتاعتنا. في بنت اسمها نور ميلاني كانت بتتكلم على مثلا تايتانيك، من فكرة الفيلم بتاعها يعني، ان ساعات السبب في حدوث مصيبة كبيرة ما بيكونش من ايدك انت، اللي هو في نقطة الفري ويل ولا لا. فكتير من اللي غرقوا في السفينة معظمهم كانوا مش بايديهم ان السفينة كانت تغرق، لكن هتلاقي 3 هم اللي كانوا السبب في ان السفينة يبقى ليها سرعة معينة، بسبب السرعة دي ما يقدروش ان هم يوقفوا في الوقت الصح فيحصل الصدام. فمن ناحية ناس ملهاش دعوة، من ناحية تانية ناس بسبب رغبة، غرور، كبرياء، ايا كان، بس كان في ايديهم سلطة، هم اللي ادوا ان كل حاجة تبوظ. فان ساعات لما القلة اللي هم ان شاء الله لو فردين هم اللي عملوا حاجة على حسب هواهم، ممكن ياخدوا قد ايه معاهم ان هم يغرقوهم. فالرسالة هنا احنا كلنا بنجري من غير وعي ناحية المصيبة بتاعتنا، وكتير ان كل حاجة بتبان عادية طبيعية جميلة لحد لحظة معينة بنبدأ نشوف الخطر، وبيكون خلاص اللي حصل حصل. او الأسوأ اللي انا بسميه الكيج اللي احنا اتكلمنا عليه في The Defense of Choice، فكرة ان حد حطك في سجن وقفل عليك، وبعد كده قالك زين السجن زي ما انت عايز، وهسيب لك الزنزانة مفتوحة 2 يوم في الاسبوع، فانت واو ده مكاني، انا اللي زينت المكان ده. ولما اجي اقولك انت عارف انها مقفولة، ايوه ده اختياري، لكن هو حرفيا انت في زنزانة مقفول عليك، وانت مش همك خلاص ان مقفول عليك، بس انت شايف ان دي حرية وده اختيار طالما انت اللي دخلت الزنزانة برجليك. فرويد وعلماء نفس تاني من بعده يعني صنفوا ان قرارات الانسان غالبا بتتاخد من اللاوعي عنده، من الدوافع دي زي الخوف، طمع، غرور، اكتر من المنطق. في الدراسات في علم السلوكي الكوجنيتيف بيهيفيرال ساينس اثبتوا ان القرارات اللي جاية من اندفاعات دي هي اللي بتسبب بعد كده ان احنا بنقع في مشاكل، والمشاكل دي حرفيا بتبقى سلوكيات مدمرة،
وبالوقت بنبدأ احنا نشوفها. يعني مثلا كذا حد هتلاقيه، يعني ممكن نجيب المثال العام اكتر شوية، اللي بيشربوا سجاير. لو قلت لحد وقف او بطل هيقولك حاولت، مرة تانية هيقولك انا بخطط ان انا اعمل كده، المرة التالتة هيرد عليك وهو متعصب انا لو كنت عايزة اوقف كنت وقفت، على فكرة انا بعمل ده بمزاجي. وكم حد يعني جربها مع كذا حد، او انت نفسك اقف قدام المراية كده واسأل نفسك، او لما كنتش انت اتسألت السؤال ده اساسا وجاوبت كده. وده ابسط مثال وهنلاقيه بشكل منتشر يعني طبعا في الطب وعلم الاعصاب اللي احنا لسه بنتكلم اساسا في الموضوع بتاعه. الاميجدالا اللوزة الدماغية هي المسؤولة عن الانفعالات، وهي اساسا اللي كانت يعني كأنها حاجة متبروزة قوي او مميزة، ان الشخص ازاي يقدر ان هو يدافع عن نفسه في الخطر، في المواقف الغريبة وهكذا. يعني لما افرازها بيغلب على البري فرونتال كورتكس، من حكاية اللي هي بتخطط، من حكاية انها بتفكر، تاني الشخص بياخد قرارات بتبقى فيها خطورة، وتاني هتبقى اللي هي من فكرة، هنرجع تاني لمثال السجاير مثلا، انا لو كنت عايزة اوقف كنت وقفت. دي لوحدها بتثبت قد ايه فكرة التعصب، واللي برضو هيرجعنا تاني ليه فكرة المايكرو مش المايكرون في السوشياليتي. فكرة انت بتعمل الحاجة دي ولا انت واخدها من النمط الكبير. طب انت بتعمل الحاجة دي ليه؟ انا بعمل الحاجة دي بمزاجي. طب انت متعصب ليه؟ فهنا الاسترس كتوتر مستمر، كاختيارات بالشكل ده، هو اللي بيخلينا ان احنا ناخد قرارات عاطفية مش منطقية. واحنا العاطفية بتاعتنا، مش فاكرة انا قلتها قبل كده ولا لأ، هي اللي بترجع لفكرة هو ده المنطقي، هو ده الطبيعي، هو ده الحقيقة، هو ده الصح، رغم ان هو ممكن يكون عكس ده. دراسات من جامعة ستانفورد 2020 اثبتت ان الاشخاص اللي هم ما بيسألوش نفسهم طب انا بعمل كده ليه، طب ايه الصح، طيب ايه الباترنز بتاعتي، ايه النمط، طب ايه اللي خلاني ابدا ان انا اعمل كده، طب انا ليه بفكر بالشكل ده مش بالشكل ده، اللي هو بيسالوا نفسهم دايما. ممكن نرجعها دي حاجه اللي لسه بنتكلم عليها، الانتنشن او الريزون بيهايند something. ما بترجعش دوافعك وسلوكك، بيقولوا ان هم اكتر ناس عرضه لان هم ياخدوا او يعملوا قرارات بيكون فيها خطوره، وخصوصا بالوقت. على فكره مش المشكله ان الشخص يعمل حاجه غلط، او ان الشخص يعمل حاجه وحشه او يعني مليون اي حاجه، او مش حقيقية او مش منطقية او مش عقلانية. الفكرة المرعبة بتاعتها ان الشخص ما يبدأش يشوف ان الحاجة دي فيها ثقب او فيها بريتش، حاجة غلط، حاجة مش في مكانها، وبيبدأ ان هو في دماغه ينرملايز الحاجة دي. بيبقى حتى صعب عليه ان يحصل له زي ما اتكلمنا الكوجنيتيف ديسونانس، اللي هي فكرة ان يحصل الصراع وقت ما خلاص ما بيحصلش الصراع ده، حرفيا بيبقى صدام بس. دي في حد ذاتها بتبقى مصيبة لأي حاجة ولأي حد، ان انت خلاص شايف جانب واحد، ما عندكش، مش هسميها حتى فلكسبيليتي في التفكير، بس على الأقل ان انت تبص الناحية التانية، تفكر، تسأل، اللي هو لا خلاص هو كده. love is love. مفهوم الاندفاعية impulsively، يعني أي حاجة، من مصيبة، من حاجة وحشة، من حاجة كويسة، من حاجة حقيقة، من حاجة أيا كان، ممكن تكون خارجة عن سيطرتنا، بس ممكن تكون بسبب قرارات اللاوعي المتأثرة بإيه؟ الهوى. فعندنا هنا أساسا الفكرة الأساسية في كل حاجة المفروض إن احنا نتخذها في حياتنا، وخصوصا الحاجات المهمة قوي قوي قوي، زي الحاجات المتعلقة بينا فعلا، يبقى في تفكير واعي، يبقى في ضبط نفس، يبقى في مراجعة دوافع. يعني عندنا هنا لما احنا بنقرا مثلا نص، بنقرا كلام حد، بنقرا كتاب، احنا في الغالب مش بنقراه زي ما هو، احنا بنقراه من عدسة بتاعت خبراتنا وتكيفاتنا وحتى نفسيتنا وقتها. علم النفس المعاصر بيسميها نظرية المخطط في علم الإدراك، تقريبا سكيما ثيوري، ان دماغنا بتفسر المعلومات من خلال أنماط أساسا متكونة قبل كده من تجارب وصدمات ومعتقدات. وكمان الفكرة هنا انها من علم الاعصاب والسايكيولوجي، ان دماغنا مش بتبروسس الحقيقة،
يعني دماغي دلوقتي لو انت سألتني سؤال، انا مش هقولك حقيقة الموقف او الحاجة الاصح، انا هقولك الحاجة اللي في دماغي حصل لها البروسيسنج دي، المعلومات اللي اوريدي عندي. عشان كده لما اتكلمنا على فكرة طريقة الحوار اللي هو بيكون تبع لنيتشه، فكرته ان انا بدافع عن المعلومات اللي اوريدي معايا، مش فكرة ان انا وانت بنناقش الحقيقة، انا بتكلم من هنا وانت بتتكلم من هنا، كل واحد بيتكلم من جزئية المعلومات في عقله. وطبعا زي ما اتكلمت قبل كده اصلا على مثلا البي دي ايه، ان كل واحد ما يحبش حد يقوله على حاجة، وخصوصا مثلا ان هنلاقي طبعا ناس كثيرة متعقدة اللي هو انا ما احبش حد يصحح لي، ما ينفعش انت تكون عارف اكتر مني. كتير قوي من الرجالة خصوصا متعقدين من فكرة ايه، لو حد اصغر منهم مثلا هو اللي عدل لهم او قال لهم على حاجة، مستحيل بنت هي اللي عدلت له، يا لهوي مصيبة. وهكذا بقى. كنت بشوف المثال ده واحدة قالته قبل كده، لو قريت نص في حاجات تخويف تهديد الحاجات دي، وحد نسوي جدا جاي يقرا النص ده، هيشوف كل جزء كل كلمة كل حرف كل حاجة بترجع للحتة دي. حتى مثال بسيط مثلا عليا انا، كنت خرجت قبل كده بجيب حاجة، كان معايا حد عايز يجيب عربية وانا كنت لسه مركبة التقويم. انا طول الطريق حرفيا بقول له بص اسنان دي معدولة، بص اسنان ده حلوة، انا عايزة اسناني تبقى عاملة كده، بص كل ده تفكير دماغي. بالنسبة له هو كان متابع عربية عربية، دي نوعها كذا، ده موتورها كذا، دي هتبقى احسن كذا، دي غالية شوية، دي لونها احسن من دي. الفكرة هنا ايه؟ الفكرة هنا ان الحاجة اللي كانت في دماغي، الحاجة خصوصا كمان اللي مسيطرة على نفسيتي وقتها زي ما اتكلمت، هي ايه؟ دي الحاجة الوحيدة اللي انا هشوفها. انا ما شفتش كل العربيات اللي هو اتكلم عليهم، ولا شفت حاجة تانية، ولا كنت حتى ببص على وش الناس، ولا هو كان مركز مع الحاجة اللي انا بقوله عليها. الفكرة هنا ان كل واحد مركز على الحاجة اللي هنا. زي حتى مثلا فكرة الكوانتم فيزيكس، ان بيقولوا ان فكرتها بشكل معين، يعني ان الحاجة مش زي ما احنا ما شايفينها. وحتى انت مثلا لو ستارة قدامك وانت بعد كده بصيت الناحية التانية، الستارة دي شكلها مش نفس الشكل وانت باصص الناحية التانية. ان فكرتها ان انت اللي بتشكلها. فهي الفكرة كده الاصل يعني من الكلام اللي انا بقوله. عشان كده مثلا حتى فكرة اللي بيخاف من عفريت يطلع له، ليه انت دايما لما تكون خايف قوي من حاجة وفجأة تحصل؟ عشان انت عمال تركز عليها، انها ممكن تكون كانت بتحصل كل يوم، بس النهاردة انت مركز قوي عليها، هي دي الحاجة الوحيدة اللي انت شفتها. فبرضه دي حاجة تانية في علم الاعصاب بنسميها كوجنيتيف بيس، الحاجة اللي احنا لسه متكلمين عليها، اللي هي العدسة الداخلية من تحيز ادراكي. في المجتمعات الحديثة وعموما يعني في كولكتيف تروما، اضطرابات كده شبه التروما بعد الصدمة اللي هي البي تي اس دي، او فكرة اكتر السي بي تي اس دي، لانها بتبقى حاجة متكررة، حاجة بتغير فسيولوجية الدماغ. ان تاني زي مثلا زي ما اتكلمت على ترند ستايل لبس معين جايلك من مكان معين، واو المكان ده جامد جدا، المكان ده متطور، يبقى انا هلبس الحاجة دي، او هلاقي كل الناس لابسة كده، مش معقولة انا مختلفة، وهكذا. وبالوقت هيبقى ايوه ده ستايلي. دي الفكرة يعني الكبيرة بتاعتها. وان زي فكرة ان كلنا متأثرين بالحاجة دي، من فكرة كصدمة، بس في نفس الوقت زي ما اتكلمنا تاني نرجع للنقطة بتاعت ايه، من فكرة الامبرينتنج اللي اتكلمنا عليها في الاول، اللي هي بتتاخد بالشكل ده او بتتاخد بالشكل ده. الفكرة هنا هتأثر فيك بشكل عامل ازاي، وانت التأثير فيك هيبقى عامل بالشكل ازاي، اللي هنرجع تاني لفكرة الاعصاب والتوحد. فهتلاقي ده سبب كبير من ازاي انت بتقرا الحاجة صح، ازاي انت بتستقبل معلومة، ازاي انت بتشوف حقيقة وبتشوفها حقيقة ولا لا، وازاي انت بتسمع كلامك جوه دماغك. اسباب علم النفس والعلاجات، positive psychology، mindfulness based therapy، من فكرة ازاي انا اطلع من الحاجة دي، ازاي انا اتشفي من الحاجة دي تاني، ازاي اطلع من الحوض. عشان كده دايما في كلمة مهمة قوي، ان المعنى يتجاوز القراءة. هي مش فكرة طبعا من النص بس تحاول تفهمها من الناحية دي كده، ان معنى الحاجة اللي انت بتقراها مش مجرد القراية بتاعتها، في معنى ورا ده. الفكرة عموما نرجع تاني، احنا كل ده بنتكلم على الفري ويل،
ان فكرة ان انت تقول انا طلعت من الحاجة دي، انا مختار، ان انت تعترف بالحاجة الاصلية اللي موجودة. الابحاث النفسية والعصبية بيوضحوا بشكل كويس قوي ان الانسان جواه طبقات من تكيفات، من صدمات، من معتقدات لا وعي، وحتى ان هم بيسموها ان دي عاملة زي الاونيون، انها ليها ليرز بتتقشر، كل لير في اكتر في اكتر في اكتر عشان توصل للقلب بتاعها، وان الطبقات دي هي بتسمى تحت مسمى الانا. يعني انا هقولك على معتقد، معتقدي انا، هقولك عن فكرة، فكرتي انا، صدمة دي طريقتي انا، من حاجة شكلتني. يعني عندنا طبقة من المشتتات، من حالة استثارة عصبية مزمنة، حتى انها توصلنا لنقطة لا وعي، وبيوصلنا لوعي اعمق اللي بيوصل للجهاز العصبي من اللاوعي عشان يبقى فيه استرخاء، وزي ما نقول هضم للمعلومات. حاجة اعمق بقى الكونديشننج، السرديات الزائفة، تجارب وتربية وانطباع وتروما وتشكيل وكل ده. دي كلها بتعمل معتقدات مشوهة عن الأنا اللي احنا لسه متكلمين عنها. في علم النفس اليونجي بيسمي ده الشادوينج، الظل، وفكرتها ان ازاي تخلي لا وعي وعي، والشفاء العلاقي. بما ان اصلا هنلاقي الفكرة الاكبر لان الصدمات دي بتتشكل في ايه؟ في علاقات. فجزء مناسب ليها ان فكرة العلاج يكون في شكل علاقات آمنة، علاج نفسي، علاج جسدي، نفسي، ان كان. من ده تاني نرجعنا ان بيخلي الجهاز العصبي يحس انه في امان. في حاجة تانية، دراسات النقل العكسي counter transference، اللي هي حاجة شبه الميرورينج. انا اتكلمت عليها قبل كده بس مش عارفة متكلمة عليها في الجزء اللي فات بتاع ده ولا لا، تقريبا لا. ان فكرة لما بتشوف حاجة بتحصل، انت بتشوف بالنسبة لك الحاجة دي انت بتعملها ولا لا، وبتسأل نفسك طب انا بعمل كده ليه. ساعات بنشوف في حد حاجة ونكرهها، او مثلا زي في حاجات كتيرة ناس كتيرة هتمتني بشكل غريب، ولما هتشوف شكل الهجوم ده هو حرفيا هو بيوصف نفسه. فالفكرة هنا من شكل الميرورينج ده ان دي حاجة بتخرجنا من الفكرة بتاعتنا اللي احنا محبوسين جواها. فكرة التعافي والصدمات والاندماج العميق والكلام ده كله، انا مش بتكلم انها حاجة سهلة ولا حاجة كده ويلا وكلنا المفروض نكون عملناها وكده، مش بتكلم على كده خالص. دي الفكرة عشان نفهم نفسنا عموما او نفهم اصلية حاجة معينة، ودي اصلا الفكرة من الفيديوهات اللي انا بعملها دي. حاجة تانية برضو تبع الفري ويل والجهاز العصبي، كل ده احنا لسه بنتكلم عن نفس الموضوع، ان عمليات ان احنا نفهم نفسنا او التطهير النفسي او اللي هو الكلام ده كله علشان نفهم فيه ايه هنا، نفهم ليه، نفهم الانتنشن، نفهم مش نبقى اللي هو طب انا ايه، طب انا بعمل هنا ايه، طب ما انا كده وخلاص، اللي هو الكلام ده كله احنا عايزين نفهم. ده كله بيساعدنا ان احنا نضبط الجهاز العصبي بتاعنا اللي احنا بنتكلم عليه اصلا هنا، وده هيخلينا عندنا انفتاح اكتر ان احنا نشوف وان احنا نعرف وان احنا نميز، وان احنا ما نتمسكش دي معلوماتي انا بعمل لها بروسينج اهي دي معلوماتي، لا. عشان كده دايما بنقول ايه، اسمع اكتر مما تتكلم، وبيسموها كتحفيز للعصب الحائر واللفافة. فاللي هنا من دي فكرة اللي هو الديتوكس للجسم، للأعصاب، اللي هو طبعا احنا عارفين اساسا يعني ايه اعصاب، يعني من الراس، من التفكير، من الدماغ لكل اجزاء الجسم. فاحنا بنتكلم على حاجة شاملة كاملة، مش مجرد فكرة بس الميول منه ايه، لا احنا بنتكلم على عالم اكبر شوية. ولسه في السلسلة دي تقريبا هيبقى فيها كمان 3 اجزاء.